التي تقول ذكرت النار فبكيت هي الصديقة المبرأة الطاهرة، هي أحب النساء إلى سيدنا رسول الله كما جاء في الصحاح، وهي الفقيهة العالمة الراوية التي ساهمت في نقل ما كان عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله ونهاره وفي إقامته وترحاله. تقول ذكرت النار فبكيت. والسؤال: من منكم، وأطرح السؤال على نفسي قبلكم، من منا يذكر النار؟ من منا يذكر مواقف القيامة؟ من منا يذكر العرصات؟ من منا يذكر الحشر والحساب والوقوف بين يدي الله رب العالمين؟ إنها علامات استفهام. ذكرت النار فبكيت رضي الله عنها وارضاها. ثم قالت: فقلت: هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ وتوجه سؤالها إلى سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ وبأي شيء أجاب؟ صلوا عليه. قال صلى الله عليه وسلم: أما في 3 مواطن فلا يذكر أحد أحدا. يعني في العرصات هناك 3 مواطن، هناك 3 مواقف في يوم القيامة ينسى الإنسان فيها كل شيء، ينسى أمه وأباه، وينسى صاحبته، وينسى أخاه، وينسى ولده، وينسى أصدقاءه، ينسى كل شيء. والشعار يومها: اللهم نفسي نفسي. فيقول عليه الصلاة والسلام: أما في 3 مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أيأخذ كتابه بيمينه أم بشماله، وعند الصراط، والصراط منصوب على حافة جهنم. لا نستطيع أن نسرد أو أن نفسر أو أن نوضح شيئا عن المواطن 3 التي ذكرت، ولكن نتبع هذا بحديث تفصيلي آخر عن هذه المواطن 3. الله أسأل أن يشفع فينا حبيبه صلى الله عليه وسلم، وأن يكتب لنا من يده شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يثبتنا على الحق، وأن لا يخزنا يوم يبعثون. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى.